السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات أم قمر. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد الكيك فقط بيضة وحدة، فبلا فران، كيجي من أروع ما يكون، خفيف بلا حليب وبلا زبدة وكذلك بلا ياغورت وبلا شكلاط. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا معايا الطريقة. إذا راح نبداو على بركة الله بطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غنعطيكم المقادير. هذا الكيك ديال 6 ملاعق. أنا في إناء كنحتاج بيضة كاملة دائما على درجة حرارة المطبخ، 6 معالق كبار ديال السكر سنيدة. أنا قيست بهذا الكاس راه صغير ماشي كاس العنبة. كذلك كنزيد 6 معالق كبار ديال الزيت النباتية، زائد 6 معالق كبار ديال الماء. من بعد غادي نزيد الماء، المهم كمية ديال الماء، درت كاس ديال العنبة ديال الماء. انايا خلطت الكل جيدا، يعني خلطت السكر والبيضه والزيت والماء، كذلك قبصه ديال الملحه وكيس ديال الفانيلا. انا غنضيف الدقيق، الكميه ديال الدقيق 6 المعالق كبار فقط ولا اكثر. صافي هنا غادي نخلط العناصر كلهم، من بعد غنزيد الباقي المكونات. هذا الكيك ساهل وسريع بزاف، خاصه في الكوتي هكا من كيجي وليداتكم من المدرسه غتوجدوه في اقل من 30 دقيقه 25 دقيقه. نتوما غتوجدوا هذا الكيك ما بين غادي يطيب معكم، وتخليوه غير هكا في الثلاجه واحد المده ديال 5 ديال الدقائق غيبرد معكم. المهم هو ما غاديش يدي معكم بزاف ديال الوقت. هنا كنجيب واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو المور، خديت ديال العبار، صراحه ما صدقش زوين، ما عجبنيش. انا كنبغي الكاكاو المور هذاك اللي كيتباع في لي ساشي. صافي هنايا القوام ديالو ها نتوما كيتقل واحد شويه، عاد غنزيد الماء. كيف ما ذكرت معكم كاس العنبه ديال الماء انا قسمته على جوج. صافي هنا غادي نعاود انني نخلطو حتى كيخفاف هذا الخليط ديال الكيك. ومن بعد غادي نزيد قشور ديال الحامض الاخضر، بغيتو ديروا البرتقال، القشور ديال البرتقال او الحامض الصفر. انا درت هذا اللي النوع ديالو اخضر. صافي وغادي نزيد كذلك النكهه ديال الحامض، غير واحد شويه ماشي بزاف، خاصه الشكلاط كيتواتا مع الحامض. انا غادي نزيد شويه ديال الكاكاو، بان ليا باقي مازال ما جانيش هو هذاك الخليط. صافي من كنكتب رقم 8 كنعرف الخليط ديال الكيك هو هذاك. وغنزيد كذلك 2 اكياس من خميره اي بيكين باودر، كل كيس فيه 7 غرام. بالمجموع نتوما ديروا غير 10 غرام. انا غندير الخميره ديال العبار هنا معلقه صغيره ونص ديال خميره الحلويات. من بعد عاد غادي نزيد نكهه ديال الحامض وقشور ديال الحامض. صدقوني هذا الكيك كيجي بنين هشيش ورطب، واخا غير على البوطه فبلا فران غيوجد معكم في اسرع وقت. صافي هنايا زدت القشور ديال الحامض والنكهه ديال الحامض، هي كتواتى مع الكاكاو او مع الكيك اللي كيجي فيه الشكلاط. صافي الخليط هو واجد. من بعد ما كنكتب رقم 8 ما كي يعني ما كتمسح بسهوله عفوا. صافي كنعرف الخليط هو هذاك. هنا كنجيب واحد الكاسرونه، هذه الكاسرونه شويه كبيره، كانت عندكم كاسرونه صغيره اللي كتبغي الكيك يجي مرتفع بزاف غدير كاسرونه اللي شويه صغيره وتكون ثقيله. انا هذه خفيفه واحد شويه وفي نفس الوقت كبيره، القطر ديالها 20 سنتيم. صافي انايا قطعت ورق الزبده، ضروري انكم ديروه في الاول. وهنايا واحد المعلقه صغيره ديال الدقيق غنخلطها مع شويه ديال الزيت، وغندهن الجناب ديال هاد الكاسرونه. كانت عندكم كاسرونه ثقيله من الاحسن هي غديروا فيها الكيك ديالكم باش ما يتحرقش معكم بسهوله، ولكن غير فاش طيبوا هاد الكيك خاص تكون النار مهيله حتى كتقرب انها تنطفى.
صافي كنخوي الخليط ديال الكيك. ضروري انكم تطلعوا الاناء الفوق باش الهواء يدخل في هذا الخليط ديال الكيك، وباش يجيكم مهوي خفيف واسفنجي. صافي غادي نضيف هذا الخليط كله، وهنايا كنشعل النار تكون مهيله بحال الشمعه. وصافي كنجيب واحد الطبسيل او كنغطي هاد الكاسرونه، ديروا واحد المنديل وغطيوه بواحد الطبسيل او بواحد الغطايه باش هكا داك البخار اللي كيكون الفوق ما يهبطش لكم الا درتو المنديل. انا غير هكاك درت هاد الطبسيل، ولكن واخا هكاك ما تكون ليش داك البخار بزاف. صافي هنايا كنمخض الكاسرونه مزيان مع سطح العمل باش كنفرغ منه دوك الفراغات ديال الهواء. صافي غادي نحط الكاسرونه على النار اللي تكون مهيله. هنايا باش ما يتحرقش لكم الكيك ديالكم كتاخذوا الالومنيوم، كتطويوه على 4، ولكن من داك النوع اللي تيكون اغلاط. صافي كنحطوه على البوطه، والنار غادي تشوفوها معايا بحال غادي تنطفى. انا غنوجد معكم هاد الصوص اللي ساهل وسريع بزاف. غنضيف معلقه كبيره ديال كاكاو المر، كذلك غنزيد 2 معالق او 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده. انا ما متوفرش عندي السكر سنيده، استعملت فقط معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ونص. صافي وكزيد كذلك كريم باتيسير اللي على شكل بودره معلقه كبيره. كانت عندكم مايزينا ديروا مايزينا. صافي وكيس ديال الفانيلا، وغادي نزيد كاس د العنبه ديال الماء. غندير 150 غرام ديال الماء، وغادي نخلط مزيان. وغنحط الكاسرونه على النار اللي تكون مهيله مع تحريك المستمر حتى كنحصل على هاد الصوص تقال واحد شويه. وغنزيد كذلك النكهه ديال الحامض، راه غادي يعطي واحد اللوغو زوين في هاد الصوص ديال الشوكولا. هانتوما القوام ديالو تيكون بحال هكا، خفيف واحد شويه ماشي قاصح بزاف، تيكون خاطر كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نخليه على سطح العمل، من بعد غادي نزين به الكيكه. صافي غادي نخليه من بعد. انا كتشوفوا معايا حطيت هاد ورق الومنيوم هنايا، او ورق القصدير هكا كيتسمى. صافي والنار تكون مهيله كيف ما كتشاهدوا معايا. كنحط الكاسرونه وما كنحنش عليه داك الطبسيل، كنخليه واحد المده ديال 10 ديال الدقائق بالضبط. كنحيد وكنشوف واش طاب ولا مازال. وصافي كنخليه ينشف واحد شويه بلا الغطايه. هاد الكيك من كيطيب كنقلبوه، ومن بعد كنزين هكا بديك الصوص ديال الشوكولا، وكنزين كذلك بكاوكاو كونكاسي اللي محمر. داك المقطع فاش قلبتها ما بانش معايا في هاد لا فيديو، تحذف ليا. اذا تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. انا قدمته مباشره، ما خليتوش حتى برد يعني في ديك الساعه، ولكن الا خليتوه برد من الاحسن هكاك. صافي صراحه خفيف بزاف واسفنجي ورطب. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.